Can you introduce yourself؟ دي بتعني ممكن تعرفنا بنفسك. التركيب هو سؤال بسيط مباشر، والمعنى بالعربي هو إن الشخص اللي قدامك يطلب منك تقول شوية معلومات عن نفسك. ممكن ترد بإنك تقول اسمك، خبراتك، واللي بيميزك بشكل مختصر. ممكن يتقال بطريقة تانية زي tell me about yourself أو how would you describe yourself، وكلهم معناهم إنك تتكلم عن نفسك بشكل مختصر. التركيبة هنا بتعتمد على إنك تبدأ بمقدمة بسيطة عن نفسك زي اسمك وخبراتك، وبعد كده تضيف شوية تفاصيل عن مهاراتك. أهم حاجة تكون مختصر وواضح. ممكن برضو تركز على الحاجات اللي بتناسب الوظيفة اللي مقدم عليها. ممكن ترد الإجابة دي كمثال: My name is Sarah. I graduated from Cairo University and I have 2 years of experience in sales. طبعا كل واحد هيجاوب حسب خلفيته. أنا بديكم الإجابة دي كمثال علشان تبقوا فاهمين إزاي تردوا. My name is Sarah يعني اسمي سارة. بعدين عندك I graduated from Cairo University، اتخرجت من جامعة القاهرة. الجملة اللي بعدها and I have 2 years of experience in sales، يعني عندي 2 خبرة في المبيعات. لو عجبك اللي سمعته ولسه عايز تعرف جمل أكتر وتطور إنجليزيتك بطلاقة، تابع باقي الحلقة على قناتنا ساندوتش إنجليزي على يوتيوب.